مليارات المليارات من الحسنات في دقيقتين فقط بفضل الله. نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، والله ثم والله نقدر نحصل على مليارات الحسنات في دقيقتين بس بفضل الله سبحانه وتعالى. العمر هو الكنز الحقيقي بجد. ولذلك خدوا بالكم من حاجة بقى مهمة جدا، إن الإنسان ممكن يوم القيامة يتوقف دخوله إلى الجنة على حسنة واحدة، وأنا بقول لحضراتكم في دقيقتين هتحصلوا على مليارات الحسنات. وكعهدي بكم وكعهدكم بي بفضل الله سبحانه وتعالى لا أذكر لكم إلا حديثا صحيحا ثابتا عن النبي محمد، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا أمامة وهو يحرك شفتيه. أبا أمامة صحابي جليل رضي الله عنه وارضاه، قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرك شفتي، فقال لي: بأي شيء تحرك شفتيك يا أبا أمامة؟ قلت: أذكر الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحبيب المصطفى: ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والنهار؟ هقول لك على ذكر أفضل من إن أنت تقعد بالليل والنهار 24 ساعة بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، في ذكر يجمع لك مليارات الحسنات في دقيقتين. فقلت: بلى يا رسول الله، نفسي أعرف. فقال له: تقول سبحان الله عدد ما خلق، وسبحان الله ملء ما خلق، وسبحان الله عدد ما في السماوات والأرض، وسبحان الله ملء ما في السماوات والأرض، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله ملء ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء، والحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في السماء والأرض، والحمد لله ملء ما في السماء والأرض، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. وهذه نماذج، وإلا فيجوز أيضا أن تقول والله أكبر عدد ما أحصى كتابه إلى آخر هذا الذكر العظيم. ويجوز أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله بنفس صيغة هذا الذكر، وتقول لا إله إلا الله بنفس صيغة هذا الذكر، وتقول أستغفر الله برضو بنفس صيغة هذا الذكر. وإلا فالنبي ذكر له نموذجين في سبحان الله والحمد لله، ولك أن تستعمل هذا الذكر في بقية أنواع الأذكار بفضل الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني والأخير ما رواه الإمام مسلم عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها وعن جميع أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى، يعني بعد أن صلى الضحى وهي جالسة، فقال لأمنا جويرية: أما زلت على تلك الحالة التي تركتك عليها؟ قالت: بلى يا رسول الله. قاعدة عمالة بتذكر ربنا سبحانه وتعالى. فقال لها: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. قالت: فما قلت يا رسول الله؟ قال: قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. بالله عليكم اكتبوا النص بتاع الحديث الأول اللي ذكرته والنص بتاع الحديث الثاني، لو ذكرتوه ولو مرة واحدة في كل يوم والله لفزتم بمليارات المليارات من الحسنات. أسأل الله عز وجل أن يغنمكم الخير في الدنيا والآخرة، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.